السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى حبايبي، النهاردة هنعمل أكلة مفضلة عند كل المصريين ومطلوبة عندنا في الشتاء. دايما كل بيوتنا بتعملها وبنحبها والأطفال بتحبها. أكترية الأطفال بتحبها، مش كل الناس طبعا، بس بنعملها تحفه بطريقه حلوه. وهحمر لكم السلق بطريقه جميله وبسيطه وسهله، اي حد يخش يعملها. عندي كيلو قلقاس. بصوا لما تيجوا تنقي القلقاس نقي المدوره دي، ما تنقيش الطويله. المدوره دي نتايه يعني ما بتاخدش سوا، فنقي القلقاسيه الحمراء ونقيها المدوره دي. ما شاء الله دي كيلو على قدنا، طبخه بألف هنا وشفا. وهنا بقى عندي الخضره اهي، حزمه سلق وحزمة كزبرة خضراء وحزمة شبت. غسلتها وصفتها وهضربها في الكبة قبل ما اعملها. وعندي معلقة ثوم مفروم، مش اكتر من كده. الشوربة معلقة عليها تغلي دلوقتي. دي انا هخرطها وهغسلها بمية سخنة وارجع لكم. بصوا يا حبايب قلبي، انا كان عندي شوربة فراخ بلدي شايلاها في الفريزر، طلعتها وغليتها. وهنا القلقاس قطعته اهو، التقطيعة دي حلوة، وغسلته غسلة حلوة بمية سخنة. ما تسمعيش كلام النت قلت القلقاس ما بيتغسلش. لا، القلقاس لازم يتغسل، لازم يتغسل لغايه ما يقرمش معاكي كده من كتر الغسيل. خلي الشوربه تغلي وتروحي حاطه القلقاس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. بصوا الشوربه على قد القلقاس. تروحي عصره نص ليمونيه عشان برضو ما ينزلش المخاط بتاعه. نص ليمونيه دي بتوقف المخاط ينزل. ماشي حبايبي اهو. هي مش هياخد 10 دقايق وهيستوي. ماشي يا حبايبي. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنضرب. انا معلقه على طاسه كده عشان احمر فيها السلق، كزبره والشبت. هنحط معلقتين زيت زيتون. انت عايزه تحطي زيت عادي، عايزه تحطي زبده، عايزه تحطي اي من اللي عايزه بزيت زيتون. كل واحد على حسب راحته. ماشي. نطلع الكبه ونضرب ايه؟ السلق. بصوا حبايبي، ضربت السلق كده في الكبه، يسهل معاكي التحمير وبيتحمر معاكي بسرعه اهو. وطي عليه بقى النار، ما تعليش عليه النار، خلي النار واطيه يستوي براحته. كل شويه بقى تقلبيه كده عشان ما يلزقش منك اهو. بصوا شكل الخضره تحفه ازاي. يعني ما تحطيش الورق بحاله، هياخد معاكي وقت ومش مش هيتظبط زي كده. يعني جربي كده، لو انت بتعمليه الاول ورق جربيه كده مضروب في الكبه. ما عندكيش كبه خرطيه على ايدك زي ما تكوني بتخرطي خضره رفيع جدا جدا. مش قادره تخرطي على ايدك، اعمليه بالمخرطه اكنك بتخرطي ملوخيه. بصي اديتك الحلول كلها، المهم ما تكسليش. ماشي، هيطلع منك تحفه، هتعرفي تاكلي قلقاس. هنا القلقاس لسه اهو، احنا لسه طبعا حاطينه اهو. يا جماعه اي حد يشوفني فاتح قناه يقول لي اليوتيوب كل يوم بيقسم مني بالاربع ساعات، بساعات ب10 ساعات، ساعات ب6 ساعات. عايز اعرف ليه، ايه السبب في كده؟ يعني بدل ما يزودوا لي ساعات، المفروض كل يوم الصبح الساعه 10 بيزودوا لي ساعات. بقالي اسبوع قاعدين يخصموا في الساعات، قاعدين يخصموا في الساعات. ليه؟ لدرجه ان انا والله ما كانش ليا نفسي النهارده انزل حاجه. يعني انا مش هشتغل يعني كده، هتعب كده وهم قاعدين يخصموا، يبقى ملوش لازمه خالص، مش جايبه همها. فارجوكوا اللي بيشوفني وفاتح قناه يقول لي بيحصل معاه كده ولا لا، وقولوا لي بس ايه الحل، نعمل ايه عشان نعرف بس السبب ايه في خصم الساعات كل يوم كده. المفروض ان انا قربت اعمل الشرط الثاني بتاع اليوتيوب. فليه كده؟ ليه يعني؟ عشان انا قربت ان انا احقق الشرط الثاني. بيعجزوا الناس، مش عارفه بيعملوا ليه كده مع الناس. بدل المفروض ما يزودوني ويشجعوني ان انا محتوايا حلو وبجيب مشاهدات وبنزل حاجات حلوه للناس بتستفاد منها. بصوا حبايب قلبي كده داخل على السوا اهو. شايفين لونه عامل ازاي؟ زيتي تحفه. شايفين؟ هنا بقى في المرحله دي احط معلقه ثوم مفرومه ومعلقه كزبره ناشفه. انت حاطه كزبره خضراء بس لازم تحطي كزبره ناشفه، تدي ريحه وطعم حلو قوي. معلقه ثوم صغيره مش كتير.
حته تاني عشان خاطر ام يوسف. بصوا احلى قلقاس هتاكلوه. بصوا تحفه، الريحه طلعت خيال خيال يا جماعه اهو. احلى طريقه، خضره قليله عشان ده كيلو قلقاس ماشي، عشان ما تقولوش بس ايه الخضره قليله. لو انت عايزه تضغطي الكميه ضعفيها اهو. بصوا الزيت قليل كمان مش كتير اهو. بألف هنا وشفا. احلى طريقه سلق. بصوا اهم حاجه يبقى عندكم صبر على الحاجه، ما تستعجلوش، تعملوا الحاجه بحب عشان الحاجه تطلع حلوه. اي حاجه بتتعمل بحب بتطلع حلوه. ولا صفيته زي الناس اللي بتضربه في الخلاط وبتصفيه، مش بحب الطريقه دي بصراحه. ولا عملته ورق، لا انا ضربته في الكبه وعملته بميته بكله زي ما انتم شايفين كده. اتحمر اهو، ابتدى يخروش معايا اهو على نار هاديه. اهم حاجه على نار هاديه. هوريكم بصوا موطيه عليه ازاي على نار هاديه. وجنبيه بقى شويه رز وبألف هنا. عايزه تعملي جنبه فرخه، عايزه تعملي جنبه لحمه، اللي انت عايزاه. انا عاملاه بصراحه كده من غير اي حاجه على شوربه الفراخ اللي كانت عندي. هناكله كده جنبيه شويه رز وحلو قوي كده بألف هنا. مش لازم كل يوم فراخ ولحمه فراخ ولحمه، لا اي حاجه نقضيها باي حاجه. فانا قلت ايه النهارده اليوم كده يبقى ايه اقتصادي. عندي كيس شوربه رحت مطلعاه ورحت عاملاه على كيلو قلقاس وشويه رز عملتهم وبألف هنا وشفا زي ما انتم شايفين كده. بصوا ابتدى يخروش اهو. لما بس التومه تحمر شويه هندفع عليه وهنسيبه يبرد خالص. لازم يبرد قبل ما تطحنيه. هنا القلقاس اهو ما شاء الله داخل على السوا اهو اهو. بصوا زبده يعني دقيقتين 3 وهطفي عليه ماشي اهو. وهنا بقى هنفضل كده نقلب. بقول لكم لغايه ما التومه تصفر شويه اهو يا حبايب قلبي. احلى طريقه. ودلوقتي وقت السلق كتير والخضره حلوه، خزني بقى شويه هاتيهم حمريهم وعبيهم في علبه وشيليهم تحت ايديكي. تيجي تعملي القلقاس مش هتعملي كل اللي احنا عملناه ده. هتطلعي القلقاس تسلقيه، حتى لو انت مخزنه قلقاس وشايلاه في الفريزر لازم تغسليه. وانت بتخزنيه تعصري عليه ليمونه. الليمون بيحفظه ما بينزلش المخاط بتاعه، واخدين بالكم. تطلعي الكيس هتسلقيه في الشوربه، والخضره عندك متحمره ومطحونه في علبه طلعي بالمعلقه وحطي الكميه اللي انت عايزاها. انا على طول بعمل كده وشايله عندي علبه مليانه، بس انا حبيت اوريكم انا بعمل السلق ازاي اهو. ماشي حبايبي كده خلاص هطفي عليه اسيبه يبرد. بعد ما يبرد هطحنه حتى في المطحنه، يعني ممكن نطحنه في المطحنه، ممكن تطحنيه بكوبايه اي حاجه اهو. اطحنه واحطه على القلقاس وهتشوفوه بعد ما يبرد. ماشي حبايبي خليه كده قريب من الشباك يبرد وارجع لكم بعد ما يبرد. بصوا حبايبي كده انا برد وحطيته في المطحنه. هنطحنه في المطحنه. اللي ما عندوش مطحنه اطحنه بكوبايه، اطحنيه بمعلقه، اطحنيه باي حاجه. في المطحنه بتبقى حلوه قوي بس كده. بصوا بقى بصوا بيبقى عامل زي الزيت كده شايفين اهو. بيبقى عامل زي الزيت. حطي عليه بقى شويه الشوربه اهو. ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي عليه شويه شوربه كده ونرجع نرجعهم تاني في الحله اهو. الشوربه بتاعت القلقاس نفسه اهو. بصوا اللون، لون تحفه تحفه ومطحون وناعم وجميل اهو. بصوا الطريقه دي خيال. بصوا منظر القلقاس، بصوا الكاميرا ظلماها والله. بصوا تحفه 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 اهو. مش عايز كلام، هفضيه لكم عشان تشوفوه. بصوا حبايب قلبي لون القلقاس تحفه ازاي شايفين. بصوا اخضر وجميل ورائع رائع والطعم خيال. جنبيه بقى شويه رز ابيض وبألف هنا وشفا. انا هاخد بقى معلقتين كده على شويه الرز دول عشان ادوقه. بحب الميه بصراحه اكتر اهو. وتاكلوه بألف هنا وشفا. تحفه يا جماعه تحفه اهو. بصوا اهو. الطعم خيالي خيال يا جماعه. تعالوا دوقوا معايا. القلقاسه نفسها زبده.
عملنا اكله اقتصاديه، ما اشتريناش حاجه من بره. هو كيلو القلقاس والخضره، كيلو القلقاس بخضرته ب 25 جنيه، يعني القلقاس ب 20 والخضره ب5 كلها، حزمه السلق والشبت والبقدونس والشبت والكزبره. والرز كان عندنا، وبألف هنا وشفا حبايب قلبي. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.